عاش مع أمه المصرية وأخته في حي الطلبية بعد انفصال أمه عن أبوه الجزائري. حياته كانت قاسية، اشتغل شغلانات ملهاش عدد وخسر صحاب كتير للمخدرات. وبعد معاناته مع مرض خطير هاجم الكبد والطحال، بطل تدخين وقرر يقدم اللي بيحبه بكل إخلاص. ملوش في السوشيال ميديا وملوش في الدنيا غير ابنه أدهم والطيور والحيوانات. أحمد مكي فنان عبقري وإنسان أصيل، اختياراته للأدوار بيتحسب بالورقة والقلم، حتى لو قدم أدوار متناقضة يقدر يقنعك بيهم، من حزلقوم ليوسف الرفاعي، والجمهور بيقبله في أي قالب بسبب احترافيته وصدق مشاعره واحترامه لعقلية الجمهور. صفات مكي مش هتلاقيها في أي فنان وخلاص، لكن اللي بنشوفه منه ده نتيجة معافرة لسنين وحياة قاسية من أول الطفولة. أهله انفصلوا قبل ما يوعى على الدنيا، فنزل مصر مع أمه وأخته وعاشوا في الطلبية هرم. ربى نفسه بنفسه، الشارع كان صاحبه والنصية علمته كتير، وشال مسؤولية البيت من وهو 12 سنة، واتنطط ما بين شغلانات كتير، اللي اتعلم منه واللي اتعلم فيه. كان بيعشق الطيور، يروح سوق الجمعة يشتري العصافير المريضة ويحاول يعالجها، اللي يموت منهم واللي يعيش. ودخل كلية الطب علشان يدرس جراحة مخصوص لعلاج الطيور لمدة 2 سنين، ونجح في علاجهم من خلال العمليات. وثق تجربته مع المخدرات في كليب قطر الحياة عن أصحابه اللي من الاكتئاب أغلبهم أدمن وكان مكانهم تحت التراب. وكانت بدايته مع السينما لما كان شغال في نادي فيديو وشاف فيلم بريف هارت لميل جيبسون، فدخل معهد السينما وأول فيلم قصير يعرضه كان اسمه زز، بطولة دبانة بيستعرض فيه حياة الدبانة عاملة ازاي بتاكل وتشرب وتحس بالخوف والقلق والحب. طبعا الدكتور لما سمع الفكرة ما بقاش عارف هو بيكلم طالب مجنون ولا عبقري. تركيبته كانت غريبة، خليط ما بين ثقافات مختلفة، وأفلامه في المعهد كسبت في مصر وبره مصر، وشكل الدنيا بدأت تضحك له. قدم لنا أول فيلم سينمائي الحاسة السابعة، حياته بقت أفضل وصحابه بقوا أكتر. بنا نقتله بالسم. لا، بالقتال. بالسم. بالقتال. لا بالسم. بالقتال. بالسم. بالقتال. لكن لأنه مخرج مبتدئ اضطر يقدم تنازلات كتير، ومشاهد كتيرة من الفيلم اتقصت لحد ما الفيلم فشل واتسحب من دور العرض. ودي كانت انتكاسة كبيرة بالنسبة له. بعد ما قال انه حط رجله على طريق النجاح باع عربيته ورجع للميكروباص. واكتر حاجة ضايقته لما اكتشف غدر صحاب المعهد اللي باعوه من اول وقعة. كل حاجة يعملها تنتهي بالفشل، وكان الاكتئاب بينهش فيه. وبعد فترة قرر يوثق التجربة كلها في أغنية راب بنفس اسم الفيلم. ودعت الميكروباص وجبت لنفسي عربية، رحت اشتركت في جولز وسبت انا نادي الطلبية، ومن 3 صحاب بقوا 60 70 و100، اضرب كمان في 100 واضرب كمان في 100. وهنا قرر يجرب مرة تانية ودرس فكرة المسلسلات القصيرة، وطلع لنا بمسلسل تامر وشوقية اللي كلنا بنحبه. وفي مرة اتزنقوا في دور معين مين يعمله راح قدمه بنفسه، وكان دور اتش دبور. وكان من هنا انطلاقة جديدة. خطفوا عادل إمام معاه في فيلم مرجان أحمد مرجان، ورجع له ثقته بنفسه تاني، ولحد النهاردة بينسب له الفضل في نجاحه من بعد ربنا. وهوب حصل انفجار لموهبة مكي، وقدم أفلام كسرت شباك التذاكر، طير أنت ولا تراجع ولا استسلام وغيرهم. لحد 2013 انتكاسة جديدة هزته، انفصل عن مراته أم ابنه أدهم، بص لابنه وخاف إنه يعيش نفس تجربته القاسية مع والدين منفصلين، فعشان يأمن طفولته ومستقبله قرر يحتوي الأزمة وسوى الخلاف مع طليقته. وبعدها جات له الضربة الأجمد، اتصاب بفيروس نادر جدا اسمه EBV، هاجم الكبد والطحال، ما بقاش قادر يتكلم أو يشرب، وفضل عايش على المحاليل، الأكل في التلاجة، مش قادر، ابنه قدامه ومش عارف يحضنه. وزنه نزل 30 كيلو، وكان بينام 20 ساعة في اليوم، لكن ربنا نجده. كانت ضربة قوية لكن ما قدرتش عليه وقام منها أجمد. التجربة غيرت نظرة مكي في الحياة، ورجع منها حاسس بقيمة كل نعمة مهما كانت بسيطة، وأولها بق المية اللي ما كانش قادر يشربه. وقرر إنه مش هيقدم فن تجاري تاني، وهيبذل كل مجهوده في الفن اللي بيحبه حتى لو كان العائد أقل. واللي لازم نفتكره
هو إن مكي الوحيد اللي قدر يسحب تركيز الجمهور من رامز جلال ساعة الفطار. وكل موسم مع الكبير قوي بيقدم لنا شخصيات تموتنا من الضحك. تعيش وتمتعنا دايما يا مكي بفنك وإنسانيتك.